النادي التعيس اللي انا بشجعه خلاص بقى نادي هندي عايش ينوح ويعيط وبيتظلم، وكل الماتشات بيتعادل وكل الماتشات بيتغلب وتعبان ومش قادرين يدفعوا مرتب الراجل، واللعيبه ياخدوا فلوسهم وساعات ما ياخدوهاش، وقاعدين كلنا ما وراناش غير زيزو جه، زيزو مشي، زيزو على باب النادي، زيزو بيتدرب لوحده. فليذهب زيزو الى الاهلي. واحنا تعبانين جدا، عشان كده يفوز الاهلي، ياخد امام عاشور ويرجع كهربا من بره ويجيب ديانج ويجيب 4 مدربين مكان كولر، ويروح ياخد اقامات ذهبيه في امريكا الواحده ب5 مليون دولار عشان ما حدش يبقى عنده مشكله في الفيزا وهو رايح وكل حاجه. فلتكن امه اهلاويه، الشعب كله يبقى اهلاوي، مع الرايجه، مع المكسب، مع القوي، مع الشديد، مع الجامد، مع الغني. ده بيشتروا لاعب كل يوم. وات اكتر من المصانع اللي بتتعمل في مصر. بيشتروا لاعب كل يوم. بيعملوا بيهم ايه؟ واحد يقول لك ايه؟ يقول لك لا بس خد بالك، هو باقي 4 ماتشات وفي فرق نقطة لصالح بيراميدز. يا راجل هو ده الأهلي اللي أنت تعرفه؟ ده بيراميدز على الأقل هيتغلب 4 ماتشات أو 2 أو يتعادل 3 والأهلي يكسبه من ال4. ده الأهلي دايما كده. ما تسألش ليه. على فكرة يا جماعة أنا كان شعري زمان كاستنائي كده بينزل على عينيا وكنت أقعد أنفخه فوق. شعري ده كله وقع من الاهلي. انا مصدقك، مصدقك. محدش عنده حظ الاهلي. الدنيا بتلف عشان الاهلي. مش هي كوره؟ هي الكوره دي بتاعت الاهلي. مصدقك. ازاي بقى وليه وايه الاسباب وبتاع؟ نبقى نجيب ندوه تاريخيه ونتكلم فيها ونقول المساله اتوطدت ازاي من زمان. انما الزمالك تعبان، بيراميدز اللي هو فرط في الماتش ده تعبان، والاهلي